شوف مين يا سيد. حاضر يا فندم. مين يا سيد؟ ده الأستاذ كمال شاكر والست حرمه يا فندم. كمال شاكر؟ أيوه يا فندم. أهلا وسهلا. طب ومستني إيه؟ خليهم يتفضلوا. أهلا أهلا، هما فين؟ اتفضلوا يا فندم. سلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا. أنت فين يا راجل؟ ازيك يا عمر؟ ازاي حالك؟ أهل أوي الحمد لله. إيه المفاجأة اللطيفة دي؟ طول عمرك مسميني أبو المفاجآت. سلامات يا راجل. الله يسلمك. تعرف إنك ما تغيرتش أبدا؟ ولا أنت. بقالنا قد إيه كده ما شفناش بعض؟ يجي 10 سنين أهو. لا يا شيخ. أنا نفسي مش مصدق. وما تصدقش ليه؟ السنين بتفوت كده ورا بعضها ولا حدش حاسس بيها. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عمر. ما تقدرش تتصور قد إيه أنت وحشني. مش قد يا كمال. الله الله الله، جرى ايه يا جماعه؟ انا نسيتك يا هدى. طبعا يا سيدي، ما هو المثل بيقول من لقى احباب ونسي اصحاب. انا اسف يا هدى، لكن لو تعرفي قد ايه عمر وحشني كنت عذرتيني. عذراك يا سيدي عذراك. على وزن ريداك والنبي ريداك. عارف مين دي يا عمر؟ والله لسه ما حصليش الشرف. حضرتها الست هدى مراتي. كده تشرفنا يا فندم. وحضرته الاستاذ عمر رمزي، صديق الطفوله وزميل الدراسه. تشرفنا يا أستاذ عمر، ولو إن التقديم ده ملوش لازمة لأني أعرفك من زمان. يا تعرفيني؟ طبعا. هو كمال عنده سيرة غيرك، ليل ونهار مفيش في بقه غير عمر رمزي عمر رمزي، لدرجة إني عرفت كل شيء عنك قبل ما أشوفك. صحيح الكلام ده اللي بتقوله الست بتاعتك يا كمال؟ طبعا مراتي عمرها ما تكذب. وعلى حسب كلامه عليك أعتقد إنك أحسن واحد في الدنيا. متشكر قوي، أخجلتم تواضعنا. يا أخويا ما تطلعش فيها قوي كده، دي بتجاملك بس. اخص على كده. والله يا شيخ أنا كنت فاكرها بتتكلم جد. أمال الست بتاعتك فين؟ سلوى؟ أيوة. زمنها جاية. أنا آسف إنها مش هنا علشان تستقبلكم، إنما بقى أهو الحاضر يسد. ليه؟ هي راحت فين؟ والله نزلت لحد مصر تشتري شوية حاجات وزمنها جاية. انت هتقولي عارف الستات، عارفهم كويس. لا والله ما انت عارف حاجة. ازاي؟ انا كنت فاكر زيك كده لحد ما اتجوزت واتضح لي اني جاهل في مسألة الستات دي خالص. تشربوا حاجة ساقعة ولا حاجة سخنة يا سيد؟ لا سخنة ولا ساقعة، مفيش داعي. عن إذنكم أما أطل من الشباك ده. اتفضلي يا فندم. عندكم جنينة بديعة قوي. كل فيلات المعادي حواليهم جناين بديعة قوي. يا فندم. أعمل لكم قهوة يا هدى هانم؟ لا أبدا، مفيش لزوم. طلعت الشنط بتاعتهم فوق يا سيد؟ أيوة يا فندم. طيب اطلع وري لهم اوضه الضيوف. اطلع انت معاه يا هدى وسيبيني اقعد شويه مع عمر. لازم عايزين تتكلموا عن ذكرياتكم القديمه مش كده؟ لا ابدا، لا ذكريات ولا حاجه. على كل حال من صالحكم انكم ما تتكلموش في الموضوع ده ابدا، وخصوصا بعد ما اتجوزتوا وبقيتوا عواجيز. اطمني قوي من الناحيه دي. طيب عن اذنكم، يلا يا سيد. مبروك يا كمال، مبروك بالفم المليان. مبروك على ايه يا اخوي؟ على الست بتاعتك، يظهر انها طيبه وبنت حلال. بعد ما عندكم. اظن ما فيش داعي اسالك ان كنت مبسوط في حياتك الزوجيه ولا لا. فعلا مش ضروري تسال، انا سعيد جدا والحمد لله. يعني صبرت ونلت. احمد ربنا واشكر فضله. الواحد عايز ايه من الدنيا غير زوجه جميله وطيبه ولطيفه وبنت حلال؟ الحمد لله. وانت كمان الست بتاعتك ما تتخيرش عنها ابدا، مال وجمال واخلاق مفيش بعد كده. قصدك سلوى يعني؟ طبعا. ايوه صحيح. مش صورتها دي؟ ايوه هي. اصلي ما شفتهاش الا مره واحده بس يوم فرحك. من بختك يعني، قصدي يا بختك، يا بختك بمراتك يعني. الحقيقه الفضل لله، احنا الاتنين موفقين في جوازنا جدا. احكم على نفسك بس من فضلك. الله، ايه الحكايه؟ انت مش مبسوط؟ مبسوط بالعكس، مبسوط قوي قوي، مبسوط جدا. بس يعني ايه؟ مفيش حاجة. انت هتخبي عليا يا عمر؟ هو انا غريب؟ خلينا نتكلم في موضوع تاني مش احسن؟ غريبة، ده انا كنت فاكر انك اسعد زوج في الدنيا. من جهة السعادة فانا سعيد والحمد لله، بس يعني مش اسعد زوج في الدنيا زي ما بتقول. ليه يعني؟ خد لك سيجارة. متشكر. قول لي بقى ايه الحكاية؟ ويا شيخ سيبك ولع. سلوى